لو بتدور على سماعة سلكية تحت ال50 جنيه فمفيش قدامك غير الريد لاين ار دي 24. فمن غير ما اضيع وقت كتير تعال اقول لك السماعة دي تستاهل انك تشتريها ولا تفكس لها. ففي السريع يلا بينا ندخل في الفيديو. بس قبل ما نتكلم في اي حاجه كده برجوله انزل اعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناه عشان تشوف كل الفيديوهات الجديده اول باول. الفيديو بتاع السماعه دي هيمشي كالتالي: هنفتح العلبه بتاعه السماعه وهنشوف الخامات بتاعه السماعه وهنشوف جوده الصوت بتاعه السماعه وهنشوف جوده المايك بتاعه السماعه، وفي الاخر هقول لك رايي في السماعه وهل تستاهل انك تشتريها ولا لا. وخليك فاهم كده ان احنا بنتكلم في سماعه تحت ال50 جنيه، فاهم؟ ما تحطش في معتقداتك انك سماعه خرافيه، فاهمني؟ سماعه اقتصاديه ولكن دي احسن سماعه في الفئه دي. وتعالوا نفتح العلبه بتاعت السماعه دي ونشوف السماعه نفسها. انت اساسا من وانت ماسك العلبه كده بتحس بفخامه، وفخامه العلبه ليها ريحه اصلا، ليها ريحه والله. فبتشد السماعه كده وبتطلع لك السماعه، واول ما تمسك السماعه هتلاقي خامه السلك نفسه خامه نظيفه، مش الخامات الرديئه على سعرها اللي هو تحت ال50 جنيه، فاهمني؟ فسيبك من العلبه وكل الكلام ده، تعالوا كده نخش في تجربه السماعه على طول ونتكلم اول حاجه عن جوده الصوت في السماعه دي. جوده الصوت هنا، الصوت عالي عالي ولكن البيز متوسط، اللي هو مش بتحس ان البيز لو بتسمع حاجه فيها بيز عالي مش بتحس بالضربات بتاعتها، فاهمني؟ فبتحس بيها بس على خفيف. وفي اخر الفيديو هقول لك سعر السماعه دي كام بالتفصيل. واكتر حاجه بالنسبه لي مميزه هنا في السماعه في المونتاج، تجربه المونتاج في السماعه دي. انا وبمنتج مش بحس ان الصوت متاخر او كده، الصوت جاي كويس مفيش ديلي. ودي الميزه في السماعات السلكيه عن عكس السماعات البلوتوث اللي هي بيكون فيها ديلي بسيط، انما هنا مفيش ديلي خالص. وتعالوا نجرب جوده المايك بتاع السماعه دي. انا كده دلوقتي بتكلم من مايك السماعه، شوف انت رايك وقول لي هل الصوت كويس ولا لا. فبس كده، وبكده رجعنا لصوت المايك الطبيعي على ما اظن، كده احسن بكتير. احنا دلوقتي فتحنا العلبه وجربنا صوت السماعه وجربنا صوت المايك، دلوقتي هقول لك رايي في السماعه. السماعه دي على سعرها اللي هو 45 جنيه، فانت بتتكلم في 45 جنيه، فاهم؟ فان هي مدياك الصوت ده فهو صوت ممتاز في فئه السعر دي، ولكن يعيبها زي ما قلت لك البيز هو ده العيب الوحيد في السماعه. انما غير كده خامات سلك السماعه مثلا سلكها خرافي. فرأيي النهائي في السماعه دي هي تستحق جدا ان انت تشتريها، فما تفكرش كتير. اسمها زي ما قلت لك في اول فيديو RDE 24 من شركه ريد لاين، فدور عليها وهاتها، سماعه كويسه في فئه السعر اللي هي تحت ال50 جنيه. فبس كده. بس في اول الفيديو كنت بتكلم معاك في سبسكرايب، ما عملتوش يا اسطى؟ انزل تحت اعمل سبسكرايب. فبعد ما تعمل سبسكرايب كمان هيظهر لك جرس كده فعله، لانك هتشوف فيديوهات جايه كتير. فبس كده، سلام.